الخير صبايا. اليوم رح نعمل سمكة، بنقدر نقول انه هي سمكة حرة بس بطريقة مدام دلال. بتقدري هالسمكة او بالاحرى ضروري تحضريها قبل بيوم لتعطيكي النكهة الاطيب. يعني انا بفضل انه قبل بيوم بتجيبيها تازة. طبعا انا ضد وضع السمك بالفريزر، انا هذا رأيي. المهم انا هذا السمك تازة، نوعه حريدي بجنن. في عندك سمك الهامور بياخد العقل، في عندك القشطة، في اسماك كثيرة ومنوعة خصوصا بجدة. هذا السمك بالذات بتلاقيه متماسك، يعني مو قوامه دهني بتلاقيه بيهلط، لا بتلاقيه لحمه واقف وناشف وبنفس الوقت طري. يعني تصوري هالنوع السمك شقد طيب. طيب انا جبته نظفته، شلت الراس تبعه، قسمته بهالطريقه. خلينا نشوف 3 أقسام. هذا بيساعد انه مشان لانه سميك، هذا يعني وزنه بيطلع شي 3 كيليات، عرفتي؟ مشان يستوي كبير. هذا الفرخ كبير، رح افرجيك اياه. بتقسميه من هون، شوفي شلون، ومن هون. طيب انا ايش ساويت؟ جبت الخل الابيض، هذا الخل فنجان واحد، ما تحطي ملح ابدا. افركي هالفنجان الخل بهالسمكه هاي. شوفي شلون، هاي المي. انا هاي المي ما بدي اتخلص منها، انا غسلته. هو هذا الخل تعقيم اضافه لطعم الطيب، وبيساعد على تسريع استواء السمك. طيب انا نقعته بالخل تقريبا مدة ساعة كافية، لانه انا هلا بدي احط صوص واترك هالصوص يتخمر لتاني يوم. بس بدي احضره بطبقي بهالصينية تحضير كامل. طيب ايش المكونات يا ترى؟ شوفي ركزي معي هون. انا حطيت توم معلقة صغيرة. التوم بالفريزر رح افرجيكي اياه، بياخذ العقل اللي نزلت طريقته. شوفي شلون هذا بالفريزر طلعي بياضه ما احلاه، ولين بيتم طري. افرجيكي اياه بالمعلقه، شوفي شقد طري. تمام، يعني ما في داعي انه تاخدي بالسكين منه. طيب حطيت توم، حطيت دبس فليفله، معلقه دبس فليفله. براس المعلقه هاي ربع معلقه دبس بندوره، بيعطيها لون وطعم بس ما بيأثر عليها، وبيعطيها لون بجنن. تمام، وحطيت توم مثل ما قلنا. طيب لنحط ابهار حلبي، بدي احط كمون، بدي احط بهارات سمك، بدي احط فليفله حمراء يابسه، وبدي احط كزبره، بدي احط رشه ملح. تمام، بدي احط رشه ملح وحادي. هذا بيستعملوا فروج الطازج، بيجي خشن مثل الفانيليا. قربي شوي عليه مثل الفانيليا بيجي. حبيتي تحطيه حطيه، ما حبيتي تحطيه على راحتك. مو معناتها انه فشل السمك، لا هذا اختياري، بس له طعم مميز يستعمل للدجاج وبنفس الوقت للرز. طيب هون انا جوز فرمته، فلفله خضراء، فلفله حمراء، بصل مثل شرايح البصل تبعات المجدره. طيب انا بدي اخذ نص هالمزيج هاد، بس نصه، والنص الثاني شوفي ايش بدي اساوي. النص الثاني هذا الليمون بدي افرك فيه السمك واتركه لتاني نهار. تاني نهار هذا بكبه، بشيله بكبه، هذا مشان بس الريحة، ومشان ياخذ الطعم فقط لا غير. تاني يوم بكبه. طيب وليمونة فرمتها ناعم. تمام. طيب
هلا مي آثار من الفليفلة مع ماء. طيب وبدي زيت زيتون، حطي نص كاسة. تمام. طيب جزر بس نصه. انا هذا شوفي ايش بدي اساوي، بثلاث ارباع استوائه ايش بعمل؟ باخذ من زيت السمك. انا هي شويتها تبلتها، هلا بدي احطهم اتبلهم هيك بهالطريقه. تمام. وقفي افرجيك اياها. هلا بحط ليمون كمان. هذا عصير الليمون. هالصوص هذا هالمزيج الرائع بدي افرك فيه السمكه واحشي السمكه فيها. هالخليط هاد على جنب تركته. بثلاث ارباع الاستواء باخذ زيت من السمك. هذا مو اخذ الزيت تبلة السمك، باخده على الطواية بشوحه لهالمادة، هالمواد هدول بشوحهم. بنهاية الاستواء بزين فيه السمك وبيعطي الطعم الفريش. انا ما بدي اياه ينسلق لهالنص الثاني، يتشوح بزيت السمك اللي عملته بالفرن. وصلت الفكرة؟ شوفي شلون بدي اتبله، شوفي شلون بدي احشيه. طلعي بدي ادخل هالحشوه هاي. هلا الجوز كلياته بدي اقلبه بهالطريقه. اثناء طبخه بالفرن انا هلا بدي احط كاسه ماء بارض الصينيه، وبدي ارد احط فنجان زيت زيتون. كل شوي بطالع الصينيه وبرطب فرخ السمك. هذا كتير ضروري. انت بدك تاخدي سمك رطب، انت عم تسقي السمكه شوي شوي من هالمزيج الرائع الموجود بالصينيه. ما المفروض انت تنسي السمكه بالفرن وتاخدي بعضك وتروحي. المفروض انت عم بتتابعي خطوات استواء السمكه تبعتك. كل شوي بترطبيها. وقت بتشوفي ميتها نشفت وهي بحاجه لازم تستعملي حواسك، تضيفي مي زائد زيت. نحن ما بدنا مي فقط تصير مسلوقه سلق السمكه. طبعا بغطيها بالبدايه بسلوفان. بنص عمليه الاستواء بكشف صينيه السمكه وبتابع عمليه استواءها مع الحفاظ على اخراج الصينيه وترطيبها بالماء والزيت المتواجد. انا هلا بدي احطها في البراد، بدي احكم اغلاقها مشان ريحه الثوم، مشان ريحه البصل. بدي احطها بكيس نايلون. هلا ثاني يوم هدول بدي اتخلص منهم. اشفي ليمون، القشر الليمون يعني هي هلا بكره ليمون بعملها بهالطريقه بكره وبتخلص منه. هذا اللي هي مثلا شوفي شلون بدي اتخلص منه. شوفي ما احلى. هلا مثل ما قلت لك بدي احط كاسه مي. هذا هو فرخ السمك. اهلا وسهلا فيكي صبيه. بكره بس خلصنا رح نشوف استواءه شلون وشكله شلون بياخد العقل. انا هدول الجوزات بهالطريقه شوفي هون فعلا بياخد العقل. طريقه تحضير السمك اللي بيسموها سمكه حره بالنسبه لطريقه مدام دلال فعلا تاخد العقل. اهلا وسهلا فيكي صبيه. مساء الخير صبايا. بنكمل اكلتنا السمك. السمكه بطريقه مدام دلال مع التبله اللي حكينا عنها خلصت. انا هي السمكه
عملت انا؟ جبت بالنهايه صحن زبديه صغير، رح افرجيك اياه. هذا هو، حطيت فيه معلقه زيت، بتريدي من الزيت الموجود بالسبت ما في اشكال، اي نوع زيت ما بتفرق. حطيت هون معلقه زيت، شعلت فحمتين ارجيله، هاي الفحمتين على النار، بعدين طبيتهم، حطيت هالصحن بهالشكل هاد، وحطيت الزيت، وبعدين شعلت هدول الجمرات على الغاز، بعدين طبيتهم بهالشكل، طلع دخنه، حبست هالدخنه هاي بالسلوفان هاد محكم الاغلاق، ما بدي الدخنه تطلع لبرا لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق بشيل، خلص اخذت الطعمه المطلوبه، هي عباره عن سمكه حره بالفرن، صعيب الفرن بس اخذت نكهه الشوي اللي هي الاطيب. طيب انا خلصت، هي سمكتي، شوفي شلون عم تلمع ما شاء الله. انا مثل ما قلت لكم الاسم الفليفله الخضراء الحمراء البصل الجوز، اخذت جزء من الزيت اللي حطيته للسمكه، قليت فيه هالفليفله، شوحتهم على النار، بعدين طبيتهم باخر عمليه استواء السمكه. تمام؟ طيب انا نشفتها طبعا، شوفي شلون راح اشيل السمكه. بسم الله، بهالطريقه السمكه بتشيليها، ما تخافي عليها. بسم الله، حطيتها بهالطريقه، لازم هدول المعالق. شوفي الصوص ما احلاه، هذا كلياته بتاكليه غمس بياخذ العقل. انا هلا راح اوزع هالبطاطا البطاطا سمكيه للبطاطا، انا بقليها للبطاطا، وبنص عمليه الاستواء او اكثر من نص عمليه الاستواء بحط البطاطا لصينيه السمك. شوفي ما احلاها. شوفي الصوص هيك المفروض تكون رطبه، ما تعلق معنا السمكه. هذا ليمون مع سنتوم مطحون مع زيت زيتون بالنهايه، وملح فقط لا غير بتحطيه بيعطيكي هالشكل. عندنا هون تراتور، معروف هذا تراتور السمك، هو عباره عن طحينه، انا بضيفها معلقه لبن مع حمض مع رشه كمون مع ثوم وبقدونس مفروم. هذا التراتور جنب السمك المقلي، في منهم بيحبوه مع هاي. هذا المتبل اللي عرضته طبعا. هاي سمكتنا خلصت، جربوها بطريقه مدام تاخذ العقل. انا عرضت سمكه كمان بطريقه مغايره، فعلا شيء بياخذ العقل. السمك حريدي وبصير الهامور، انا بفضله دايما السمك تازه. اهلا وسهلا فيكي صبي.